أشهر الأدوار اللي أصبحت من علامات السينما المصرية كانت شخصية جمالات كفتة، واللي ظهرت خلال أحداث فيلم الأنسة ماما قدام محمد فوزي وإسماعيل ياسين وصباح سنة 1950. جمالات كفتة امرأة لا تتمتع بأي درجة من درجات الأنوثة، لابسة بلطو من الفرو على فستان طلبها المطرب الشهير منير يسري للعمل معاه بعد ما اختلط عليه الأمر واعتقد بأنها صباح، وبعد دعوتها لحفلة خطوبته في منزله بيكتشف إنها مش البنت اللي بيدور عليها. ولما بيسألها باستغراب حضرتك جمالات كفتة، ترد وتقول له وطرب يا فندم، فيرد سمعة ويقول له ايه ما انت الشامم. وتبدأ جمالات كفتة بغناء كلمات الرائع أبو السعود الإبياري وعلى ألحان محمد فوزي. جمالات كفتة مش فنانة معروفة ومش امرأة من الأساس، ولكنها رجل، وهو الفنان حسين إبراهيم اللي قام بتجسيد شخصية كفتة وارتداء ملابس نسائية. ودي مش المرة الأولى اللي بيقوم فيها بأداء دور سيدة على شاشة السينما.